بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم خواتاتي، ان شاء الله لا فيديو تاع اليوم تلقاكم بخير وبصحة وبعافية. اليوم جيتكم بواحد المملحات، مملحات رمضانية يجوا من اروع ما يكون، والاهم انه يوجدوا بسرعة. يعني كيش نقدر نقول لهم كيش، سميتهم انا كيش ل10 دقائق، لانه قلت لكم يوجدوا بسرعة وبطريقة سهلة بالبزاف. دخلوا معايا بسم الله على بركة الله باش نخدموا هاد لي كيش مع بعضنا. نقدروا نقولوا عليهم دي ميني كيك سالي، ولا دي كيش ماشي كيش حقيقيين. يعني الكيش الحقيقي تجي بلاباط بريزيو كامل، لكن هذه تجي مختلفه. عندنا بو تاع ياغورت ناتور، عندنا بو تاع الحليب، عندنا ربع تاع زيت الزيتون، راح كيلو كامل بالبو، زوج حبات بيض، عندنا الطون الويل ولا طوماط، عندنا زيتون خضر، زيتون كحل، وعندنا حبه بصل كنت قطعتها رقيق، مع حبه فلفل خضر وحبه فلفل احمر، قليتهم في شويه زيت وشويه فلفل كحل وشويه ملح. هذا مكان. وعندي ثاني الفرينه، وعندي الملح وشويه توابل. في الريسيبيون هنا درت هذوك زوج حبات تاع البيض، بو تاع ياغورت ناتور. قلت لكم هاد المملحات يجوا خفاف خفاف خفاف، يجوا بنان يعني رائعين. صدقوني هادو لازم ديرون في هذا رمضان في بلاصه البوراك، يعني روعه. بنفس البو درت بو تاع الحليب وربع تاع زيت الزيتون ولا زيت العاديه، ما تكتروش الزيت باش ما يجيكمش ثقال. درت الملح اكيد. هنايا درت شويه كركم وشويه ثوم بودره، واللي ما عندوش ممكن يستغنى عليها، وشويه فلفل اسود. نخلط كامل هاد المقادير غير بالفوي، يعني ما تحتاجوش باتور ولا، غير بالفوي تخلطوه برك. ومن بعد نبدا نضيف الفرينه والخميره بنفس البو هذاك. راح ناخذ زوج ونص، زوج من هذا البو، زوج تاع فرينه، ونزيد النص ونشوف القوام. اذا كانت محتاجه راح نزيد لها. درت باكي تاع الخميره اللي فيه 10 غرامات، وهنا راح نزيد البو الثاني. انا هنا الفرينه تاعي مغربله، ونخلط حتى نتحصلوا على قوام تاع الكيك يكون ثقيل شويه، ماشي ثقيل بزاف. دوك تشوفوا كيفاش. هنا راح نزيد نص، يعني على حسب البيض نديرو ونشوفوا. زدت نص، وحسيت باللي ما زالت محتاجه شويه، زدت لها مغرف واحد اخر، يعني تقريبا زوج تاع لي بو معمرين، والثالث ناقص شويه برك، ناقص قسم مغرف. خلاص انا الخليط تاعي راه واجد. دوك نجيب ليمون اللي راح ندير فيهم هاد لي ميني كيش تاعنا، ميني كيش بالعجينه السائله. هنا جبت ليمون هذولا كنت تشوفوا فيهم، دهنتهم بالزبده، زدت لهم الفرينه. وهنا هاد الليمون ما فيهمش يعني مغلوقين، ما فيهمش هذيك القاعده المتحركه. هادو لازم يكونوا مغلوقين باش هكا العجينه راهي سايله. لو كان نديرهم في هذوك الليمون اللي تجي القاعده تاعهم تتحرك، يعني راح تخرج لكم كامل العجينه. فهنايا هاد الليمون اللي يتباعوا هكا، درت لهم الزبده، درت لهم شويه فرينه باش ما يلصقوش، ودرت العجينه كميه تاع العجينه. هاد العجينه خرجت لي 8 تاع لي كيش. وما تكتروش العجينه، ديروا نص برك، لانه راح تنتفخ، وراح نزيدوا لها مكونات واحد اخرين. هنا سمحوا لي الكاميرا كانت مضببه شويه. هنا واش ندير دوك، نبدا ندير الصوالح اللي راح يجوا فوق هاد الميني كيش. هنا قلت لكم خذيت حبه تاع البصل قطعتها رقيق مع حبه فلفل احمر وخضر، درت لهم شويه زيت وشويه ملح شويه فلفل اسود، وقليتهم حتى دبالوا. حنديرهم هكذا من الفوق، والغارنيتور من الفوق تقدروا ديروا واش تحبوا، يعني واش حبيتوا ديروا. كما انا اليوم درتهم بالطون، نتوما تقدروا ديروهم بالدجاج، تقدروا ديروهم بالفيون داشي، تقدروا ما ديروا لهمش كامل، ديروهم غير بالفلفل بالزيتون والفرماج. يعني هذا الشيء يبقى لكم، يعني واش عندكم ديروا. درت لهم الفلفل مع البصل هذاك اللي كنت قليتهم من قبل. راح نزيد لهم زيتون خضر، هكا شرائح تاع زيتون خضر، وشرائح تاع زيتون اسود. واش تقدروا ديروا فوق هاد اللي كيش سائلين هادو، تقدروا ديروا صوص طوماط. صوص طوماط يعني صوص طوماط اللي نديروها في البيتزا. ترشوا لها شويه صوص طوماط من الفوق، تجيكم كشغل دي ميني بيتزا.
وديروا الصوالح الاخرى غارديتور ديروا من الفوق الفلفل والطون والزيتون. يعني هادو ساهلين في اخر لحظه، يعني ساعه قبل الاذان تقدروا توجدوهم ويطيبوا التمتم، يعني ما يشدوش كامل الوقت. بصراحه انا ولادي يحبوهم بزاف وعجبوهم بالبزاف، ونقدر نقول عليهم صحيين لانه ما ماشي كيما البوراك. البوراك مقلي وكما تعرفوا كل يوم ما نقدرش ناكلوه كل يوم يضرنا، فهاد اللي مينيكيش يجوا روعه خفاف. سورتو اذا حبيتهم صحيين اكثر واكثر تقدروا تستعملوا فرينة القمح الكامل، يعني باش يكونوا صحيين 100%. زدت لهم الزيتون الكحل، ودرت لهم شويه فرomاج غابي هكا من الفوق. نكملهم كامل وندخلهم يطيبوا. كي تشوفوهم تنفخوا وحماروا خذاو تحميره شابه، تنحوهم تخلوهم يهداو شويه، تغطوهم تخلوهم يهداو شويه. من بعد تبداو تقلبوا فيهم، يعني راح يتقلبوا لكم فاسيلمون. برك خلوهم يريحوا شويه يعرقوا شويه باش يتنحاو لكم. كي يكونوا هذا وين خرجوا من الفرن ما يهبطوا لكمش تمتم، يعني لازم تستناو شويه. شوفوا كيما هنايا هذه حاولت نحيها، ما حبيتش نحيها تمتم لانه كانت سخونه بزاف، فخليتها شويه. هادو هبطوا لي فاسيلمون كما راكم تشوفوا. شوفوا اللون تاعهم شحال شباب، شوفوا واحد الهشاشه، يعني تصدقوني بنه وخفه بزاف راح يعجبوكم مع شريبه ما شاء الله. هاملك ودوك نبدا نهبط الاخرين، هادوك الاخرين هاملك هبطتهم كامل. شوفوا ما شاء الله. تقدروا ديروا لهم دهنه تاع زيت زيتون من الفوق باش يعطوها لمعه وتانيك بنه. ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاع نهار اليوم، واذا عجبتكم نتمنى انكم ديروا جيم لا فيديو وتبارطاجيوها هكا باش توصل لاكثر عدد من الناس يعني باش يستفادوا من الوصفه هذه، لانها فعلا يعني تستحق تجربه. وصفه خفيفه بزاف وبنينه. ودوكا لحقنا نهايه الفيديو تاع نهار اليوم. نعطيكم موعد في فيديو اخر، وصفه اخرى. خليكم في امان الله والى الملتقى ان شاء الله. سلام.